طاجين ديال الحوت من الطويجنات اللي كتكون مميزة بالمذاق ديالها، خاصة ملي كنضيفو له بعض التنسيمات اللي كيزيدولو في المذاق بنة. فهاد النوع ديال الطويجنات تيكونوا مميزين ساهلين وبساط، سوا درناهم كطاجين ولا حتى كلاطة في الفران. هنا غادي نبدا معاكم بالشرمولة ديالتو. أول شي غادي نبقى نضيف هكايا إضافات وحنا كنوجدو الطاجين ديالنا. الحوت هنايا عندي النوعية ديال الفرخ اللي كنغسلوه مزيان وكنخليوه كيتقطر جانبا على ما كنوجدولو الشرمولة ديالتو. فيها قياسو في الملحة، ما كنكتروش أي الملحة في الحوت عامة. شوية من الخرقوم البلدي، وهنا شي شوية من التحميرة، وكذلك من السكنجبير واحد شوية. بالنسبة للبزار غادي نديرو يمكن لينا نضيفو حتى شوية من الهريسة. غادي ندير له واحد شوية ديال الزيت في الأول، تومة ما كنساوهاشاي. وهنا بالنسبة للبصلة إلا كنا غادي نديروها طرية، فمن الأفضل أننا نحكوها كيما هكايا باش كتلق ديك المويها ديالها، فبها باش غادي نخلطو مزيان الشرمولة. كنخلطو مزيان هاد الشرمولة أول شي، عاد غادي نشرمل فيها هاد الكمية ديال الحوت عند هاد النوع ديال الفرخ. بالنسبة للضمة ديال الزعفران غادي نضيف منها واحد شي شوية، كتعطي مذاق مغاير بنة زوينة فيها. كذلك وريقات ديال الزعتر، يمكن لينا نعوضو ضمة ديال زعفران شعرة بواحد شي شوية من زعفران شعرة. بالنسبة للخضرة عندي واحد شوية من الخيزو اللي غادي نقطعو غير دوائر رقيقة، ما غاديش نسلقو، راه دغيا تيطيب. كنستفو كتفريشة في الأول في الطاجين، سوا درنا الطاجين ولا اللاطة ديال الفران. الزبور ومعدنوس كمية ما كنساوهاشاي. فكنسبقو الخضرة ديالنا ولا الخيزو، كلينا نديرو حتى البطاطا، غير نقطعوهم رقاق ونديروهم كتفريشة. هنا بالنسبة لما بقى ليا من ديك الشرمولة غادي نضيف فيها شوية من الصندمة ديال زعفران الشعرة وشوية من وريقات ديال الزعتر. كنخلطوهم مزيان وغادي نوزعها على الحوت. بالنسبة للمطيشة حيت لها غير القشرة وقطعتها دوائر. غادي نضيف حتى بالنسبة للزيتون اللي كنغسلوه مزيان من الزيت ديال الملحة. ضروري أننا نغسلوه مزيان ونراعيو أننا نديرو قياسنا في الملحة. فالحوت عامة راه ما تيبغيش تكون فيه الملحة كثيرة، فكنديرو القياس. ما كنساوش هاد المكون اللي كيعطي مذاق وضروري في الحوت، أننا كنضيفو شوية من العصير ديال الحامض. وكإضافات هنايا غادي ندير شي شوية من الإبزار وكذلك من العطرية ديال الحوت، غير شيشات هكا باش كيبقى داك التنسيم ديالها مميز في الطاجين. كندير واحد شوية من الحامض المصير هنايا اللي غسلته مزيان من الزيت ديال الملحة، وخويط هكا من زيت الزيتون ورشيشات من القزبور ومعدنوس. صافي هنايا مزيود ديال الحار، وغادي نخليوه على النار كتكون مهيلة حتى كيطيب غير في المويها ديالو وكيجي ملبي خاطر، مذاق رائع والتنسيم كذلك. كيجينا على هاد الشكل هذا. كنقدموه من الافضل يكون سخون. فهاد الطويجين من الطويجنات البساط لكن راه بنان في المذاق والطريقات كما شفتوها بسيطة وعملية. اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. فإلى ملتقى اخر ان شاء الله، مع السلامة.